إذا نذكر كما تابعنا الانطلاقة في هذه اللحظات من مطار الرباط السلا. إذا حافلة المنتخب الوطني المغربي ستحظى باستقبال شعبي وجماهيري كبير من كما قلنا من مطار الرباط السلا، مرورا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نوفمبر، بعد ذلك لساحة شلة وساحة الملك حسين، ثم الوجهة ستكون شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة ساحة البريد وساحة الحسن وباب السفراء، وصولا إلى القصر الملكي العامر كما قلنا، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم. وجد بنيات تحتية أساسية، لأن احنا قبل لم نكن نجد حتى ملعب صغير نمارس فيه رياضة. تابع ديال الصور الجوية المباشرة، تابعوا هذا الحضور الجماهيري القياسي كما قلنا من مدينة سلا. الآن إطلالة على العاصمة الرباط. أكيد، فسلا الرباط والعدوتين هي مدينة تسكنها الدولة، واليوم تستقبل المنتخب الوطني المغربي، فهذه صور تاريخية، هذه صفحة أخرى من صفحات المجد اللي كيعيشها، وهذه محطة أخرى من محطات المسيرة مستمرة، المسيرة يعني لن تتوقف، مسيرة النماء، مسيرة الإنجازات، مسيرة التقوية. والمغرب الرياضي اليوم يعيش واحدة من أجمل اللحظات ديالو مع القاطرة اللي هي كرة القدم الوطنية. وأوراش التنمية أمامكم. شوف ماشي غير كرة القدم، فجميع الرياضات أوراش هذا المسرح الذي يعتبر مسرح كبير، برج محمد السادس نصر الله، ويطل عليه البرج، أكبر برج في إفريقيا. فالحمد لله المغرب ينمو بطريقة سريعة ومتوازنة ومسؤولة ومضبوطة على مستوى جميع الميادين. فالحمد لله شغفه بالرياضة، وقد تحمل مجموعة من المسؤوليات في مجال الرياضة. كان رئيسا للجنة المنظمة للألعاب المتوسطية 1983 وكانت ناجحة بكل المقاييس. المغرب أيضا عندما استقبل الألعاب العربية في 95، ثم البطولة الإفريقية لألعاب القوى، مجموعة من المحطات. فهذه أشياء رائعة. هناك الرياضة، هناك كرة القدم، ولكن من خلال هذه الجولة نطل على الشبكة الطرقية، نطل أيضا على ما يقوم به الأمن وكيف بسلاسة الآن. فخامة الصور تكفي أيها السادة والسيدات. استقبال الكبار من مملكة الكبار، استقبال الأبطال من مملكة الأبطال، حب الوطن بأجمل الرسائل من أبناء هذا الوطن. تابعوا قاسمهم المشترك، حبهم لوطنهم ولكل ما له ارتباط بهذا الوطن الغالي، حبهم للمغرب، حبهم لكل قضايا هذا الوطن، حبهم لحامي الأمة والدين أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
هي في الحقيقة هؤلاء الشباب هم شباب أضاءوا مدينة الرباط وأضاءوا المغرب. اكتب يا تاريخ هذه المشاهد الرائعة، اكتبوا يا مدونين ويا مؤرخين على أن المغرب الحمد لله شامخ وسيظل شامخا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قلت لك أبو سل سهوته المشاهد أكيد ونسي أسئلتك. لأن لا يمكن لي لمغربي وطني، أنا أحب بلدي كباقي المواطنين. شوف هذه الأعداد القياسية. ساحة البريد الآن أمام البرلمان. نخليو الصور والآزج. فالجميع يرسمي في حضن هذا الوطن، كله حب كله تفاؤل. وما هذه الصور الناطقة إلا تأكيد وإلا ملحمة على ما يعيشه المغرب من إنجازات ومن خطوات رائدة في جميع المجالات. هذه محطة أمل الشعب المغربي في الرباط وحتى في المدن الأخرى أن يخرج كما خرج في مجموعة من المباريات منتشيا بالفوز ومنتشيا بما تحقق اليوم. وبعد الختام خرج عن بكرة أبيه وبكل تلقائية وحب، خرج ليستقبل هؤلاء الأولاد ليشكرهم وليعبر عن ما يخالجه من وفاء ومن امتنان. وهذه هي الأشياء التي تحفز هذا الجيل ديال الحاضر، ولكن تشجع ايضا الباقي. غتكون حافزة لهذا المجموعه الان انا تشتغل الان. الرهان المقبل سيكون كنعرفوا البحث عن كاس افريقيا اللي سنراهن بشكل كبير ان شاء الله من اجل التتويج هذا اللقب. اذا فخامه صوره تكفي، ولكم دائما التعليق ايها الساده والسيدات في هذه الاجواء المباشره من قلب العاصمه الرباط احتفالا بالمنتخب الوطني المغربي. المغاربه الحمد لله لا توفرت لهم الظروف من أجل الإبداع ومن أجل التألق، فهم لا يتوانون ولو لحظة واحدة على تحقيق جميع المكتسبات وجميع النتائج المرجوة. رفعت رأس المغرب عاليا وشامخا، فبالتالي فليخرس أولئك الذين يشككون في جميع النهضات التي يعيشها المغرب، لأن تأكد بالواضح والملموس على أن المغرب الحمد لله يسير بخطى ثابتة ومتأنية نحو تحقيق كل رغبات الشعب المغربي على جميع المستويات. أفضل رد قافلتنا تسير والبقية يعرفونها. نذكر بأنه العناصر الوطنية ستحظى بعد لحظات باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم. إذن صور جميلة. مدينة أنوار العاصمة الرباط اليوم ازدادت نورا وجمالا واحتفالا